انا فهمني انت بالنسبه لك مين المسيح؟ ما انا قلت والله، اعيد تاني. حاضر هرد عليك، ممكن تديني فرصه؟ لا لا مين لا المسيح بالنسبه لك؟ يعني انت بتسال السؤال مش عايز تسمع الرد؟ اه طيب شكرا. انا اول كلام المسيح عندي قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. اول كلام المسيح. عندك المسيح ملعون. تمام. يعني انت عندك المسيح بالنسبه لك نبي. وعندك نبي على فكره برضو. الله ظهر في الجسد، يبقى انت تقول لي لا ده بالنسبه لك ده كفر. وعندك نبي. لا ده الكتاب المقدس هو اللي بيقول كده. بولس نفسه افتح اعمال الرسل 14 قال الكلام ده. لماذا تفعلون هذا بنا نحن بشر تحت. طب اسمعني، انت سالتني السؤال. طب انا ما لحقتش اقول حاجه والله. انت سالت السؤال خليني اجاوب. مش هتلحق على فكره. مش هلحق. ما انا هطمنك انك مش هتلحق تقول حاجه ولا توصل للغرضك فيه ايه. غرض ايه يا فندم؟ انت بتقول ان التجسد كفر. ما تعملش زي المره اللي فاتت يا فندم. انا اول مره اكلمك. انا تتمنى القيس موسى يسب يدعوني الى جلسه خاصه. يا فندم جلسه خاصه ليه؟ انا بدعوك لجلسه عامه. تقدر تقولها. انت اللي قلت. انت عايز جلسه خاصه عشان ما حدش يعرف ايه اللي بيتقال فيها ليه؟ ما تخلي الناس تاخد بركه يا فندم. نعم. ما تخلي الناس تاخد. بيسمعك اكتر من 3000 واحد، 3200. لا تحدث يا فندم عن المسيحيه اللي بتقول ان المسيح ملعون. بتوصل الرساله ما انت بتصيد اخطاء. يا فندم انت على الهوا بتصيد ايه؟ انت على الهوا. اتفضل. يا استاذ الحبيب انا عاوزك تريح نفسك وتطمن ان احنا مسيحيتنا متاسسه على الصحراء. يا فندم قسما بالله انت بتعمل عثره للمسيحيين دلوقتي لان انت ما بتردش على اسئلتي، والمسيحيين قاعدين سامعينك في بيوتكم وبيسمعوك وعارفين انت بتقول ايه ومصدومين من الكلام اللي بيسمعوه دلوقتي.